بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بيكم. أخبار نادي الزمالك. بعثة الزمالك تغادر الجزائر عائدة إلى القاهرة استعدادا للقاء الإياب أمام اتحاد العاصمة الجزائري المقرر يوم السبت القادم باستاد القاهرة الدولي، وإن شاء الله تكون الساعة كاملة بتاع استاد القاهرة والجماهير حاضرة، وإن شاء الله الزمالك يفوز ببطولة الكونفدرالية. الأخطاء اللي حصلت امبارح أخطاء ممكن تفاديها في مباراة الإياب. الكابتن معتمد جمال عقد جلسة مع اللعيبة طلبهم فيها بالنسيان وإغلاق مباراة الذهاب اللي خسرها الزمالك بهدف نظيف، والتركيز في مباراة العودة، وإن الفريق قادر على تحقيق الفوز بأكثر من هدف في القاهرة. ولكن الكابتن معتمد جمال زعلان جدا. ليه زعلان؟ من الحملات الهجوم على لعيبة وهجوم الزمالك اللي ممكن تأثر على الفريق وممكن تأثر على اللعيبة، خصوصا بعد الهجوم الشديد جدا على حسام عبد المجيد امبارح من مواقع السوشيال ميديا وبعض الصفحات اللي بدأت تهاجم حسام عبد المجيد بطريقة شرسة جدا والطالب برحيله من نادي الزمالك. وبالتأكيد اللاعب هيتأثر خصوصا إن حسام عبد المجيد على حسب معلوماتي خلاص ناوي إن هو يرحل في نهاية الموسم، يعني فاضل له ماتشين ويمشي من نادي الزمالك. فاضل له ماتشين ويمشي من نادي الزمالك. حسام عبد المجيد تعرض لحملة شرسة جدا. وارد، ده لعيب كورة معرض إنه يغلط ومعرض إن هو ما يغلطش، يضيع ضربة جزاء ما يضيعش ضربة جزاء. طبعا إن هو ضيع ضربة جزاء في مباراة الأهلي هجوم شرس جدا، وإنه ضيع قدام بإنبي، وإنه امبارح تسبب في ضربة جزاء. فيعني الناس بدأت إن هي تهاجمه بطريقة أو تنتقده بطريقة شرسة جدا جدا. مش حسام عبد المجيد بس، ولكن أيضا حصل هجوم أيضا وانتقادات شديدة جدا لناصر منسي. يعني ناصر منسي اللي كان أحد الأوراق الرابحة، ناصر منسي اللي جاب لك بطولات، ناصر منسي اللي كان الحل السحري في بعض المباريات الصعبة. برضك هجوم شرس جدا جدا. يعني مش ممكن يكون دي جماهير الزمالك، صعب قوي. فممكن يكون في حملة مدبرة وكتايب بتشتغل على لعيبة الزمالك إن هي تحبطهم، وده بيأثر عليهم. يعني ناصر منسي كان المفروض انه يشارك امبارح، ما شاركش، كان على دكه البودلة. ليه ما شاركش؟ نفسيا. انت كابتن معتمد جمال قاعد معاه مره واثنين وثلاثه عشان يخرجه من الحاله اللي هو فيه. لعيب انسان بني ادم دم لحم، بتاثر خصوصا لما يكون لعيب اصلا مفيد. يكون لعيب مفيد. فالناس اللي هي بتخش تهاجم على لعيبه الزمالك وتهاجم قبل كده محمد السيد، قبل كده سيف الجزيري، قبل كده الونش. فانت ما توقع لعيبه الزمالك كده واحد ورا واحد، هيفضل مين وانت عندك اصلا ايقاف قيد؟ انت مش هتقدر تجيب لعيبه اصلا، انت عندك 16 قضيه. فحملات الهجوم دي على نجوم الزمالك يعني وفي اوقات عصيبه، اوقات صعبه. يعني انت عندك مباراه عوده يوم الجمعه السبت القادم، وما تهاجم واحد زي حسام مجيد وانت ما عندكش غيره اصلا، هتشارك مين؟ محمد اسماعيل بتلعبه ناحيه اليمين. هتلاقي يعني انت لما توقع لعيب مهم جدا بالنسبه لك، مفيد، بتقف جنبه وتسانده، حاجه كويسه. يعني في جماهير ما شاء الله، يعني الجماهير اللي كانت موجوده في الجزائر شجعته. جماهير الزمالك اللي فاهمه شجعته بعد المباراه عشان ترفع من روحه المعنويه. لكن الناس بقى اللي هم بيندسوا وبيمشوا ورا الموجه وتك تك تك تك، هجوم 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 هجوم، انت كده بتهد في اللعيبه. يعني واحد زي ناصر منسي لو انت استمريت معاه هيمشي. انت عندك مين؟ ما عندكش حد. لو بينزل يخلص لك اي ماتش. الناس بتنسى. الناس بتنسى. وجمهور الزمالك الحقيقي فعلا هو اللي بيقوم اللعيبه، بيوقف اللعيبه على رجله
وده اللي عمله جمهور الزمالك العظيم خلال الفترة اللي فاتت من ساعة ما معتمد جمال مسك، والدنيا ماشية، الجمهور واقف مع الفرقة وبيساند الفرقة وبيدعم الفرقة. وشفنا بعد ماتش الأهلي بعد غلبة 3-0 الجمهور شجع الفريق، ما حصلتش قبل كده، ما حصلتش قبل كده. فأنت أقف مع الفريق ودعم الفريق وساند الفريق. لا وقت يعني أنا بستغرب برضك إن في بعض الناس طلعت تشتم وطلعت تحسبن في حسام عبد المجيد، وللأسف منهم إعلاميين. أخطاء، في أخطاء نقول عليها أخطاء، لكن يعني ماشي نشده من ودانه مرة وخلاص كده، نقول أخطاء مش عارف يعني. لكن العملية ما تزيدش عن حدها عشان اللعيب ما يتأثرش، عشان اللعيب ما يخافش، ما ينزلش خايف. وانت عندك ماتش العودة ده مهم جدا جدا طبعا. انت لو ركزت ولعبت بثقة وبتركيز هتفوز اكتر من واحد. لكن لو دخلت خايف ومتعصب زي ما حصل في ماتش الاهلي، لا، يبقى مشكلة، هيبقى في مشكلة. يعني احنا مش عايزين نوصل لمرحلة ركلات الترجيح. انت امبارح مضيع جوان، مضيع جوان. يعني امبارح انت ضغطت، هاجمت، جات لك فرص، كنت افضل في بعض الفترات. هي دي الثقة اللي محتاجينها. لكن نرجع تاني نقول هجوم على خط الهجوم، على نجوم الزمالك خط احمر في الفترة دي. خلص يا عم وبعدين ابقى هاجم زي ما انت عايز. بس انت محتاج للعيبة، محتاج للعيبة، محتاجهم جامد جدا جدا، محتاج انك تقف في ظهريهم تساندهم. وانا شايف ان فريق اتحاد العاصمة فريق عادي، مش المنافس مش الترجي مثلا، مش الوداد مثلا. مش الهلال السوداني مثلا. يعني شايف ان هو فريق عادي، مش شرس ولا حاجة، ودفاعه ممكن اختراقه، وحارس المرمى بتاعه عادي ودخل فيه جونين ما اتحسبوش. يعني برضك هدف عدي الدباغ ما اعرفش ما اتحسبش ليه. هدف بزيادة عشان ضربة جزاء صحيحة هي، يعني ما نقدرش نقول اكتر من كده. ما نقدرش نقول ليه اللي ضربة جزاء صحيحة 100%. فاقف مع الفرقة ودعم الفرقة وساند الفرقة وازر الفرقة. ده اللي الزمالك محتاجه في الفترة الجاية. محتاج انك تقف مع الفريق وتدعم الفريق وتساند الفريق. ونشوف استاد القاهرة مليان عن آخره، مليان عن آخره. لا وقت للهجوم. كل التوفيق لفريق الزمالك، إن شاء الله يشرفنا سواء في بطولة الكونفدرالية ودي الأول اللي خلاص السبت الجاي، خلاص المباراة مهمة جدا استاد القاهرة. وإن شاء الله بطولة الدوري قدام سيراميكا كليوباترا، نقطة واحدة تكفي إن الزمالك يفوز بطولة الدوري، فيجمع السنة دي ما بين الفوز ببطولة الكونفدرالية وبطولة الدوري الممتاز. كل التوفيق لنادي الزمالك، وإن شاء الله كل جماهير الزمالك تفرح، الجماهير العظيمة اللي وقفت وسندت ودعمت الفريق من بداية الموسم وحتى الآن. شكرا.